كنتش متخيل رد فعلي ده مع نهاية الفيلم. ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. حلقه جديده ومراجعه جديده مع فيلم عربي جديد. ولكن لو اول مره تشوفني فخد جوله في القناه، هتلاقيني عامل مراجعات لافلام ومسلسلات عربي واجنبي. ولو المحتوى بتاعي عجبك اتاكد انك تعمل سبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. وفيلم النهارده هو فيلم ابو نسب، فيلم بطوله محمد امام وماجد الكدواني وياسمين صبري وابطال كتير ضيوف شرف. فيلم من تاليف ايمن وطار ومن اخراج رامي امام. القصه: الفيلم بيحكي عن علي اللي هيتجوز، ولكن بيتفاجئ ان ابو العروسه زعيم عصابه كبير ولسه خارج من السجن قبل الجواز بالظبط، ولكنه مش موافق على الجوازه وعايز يفركشها. الفيلم بالرغم من انه زي معظم افلام محمد امام مزيج بين الكوميديا والاكشن، ولكن الفيلم المره دي مختلف شويه. الفيلم هنا بطوله ثنائيه مش بطوله مطلقه، وده كان في صالح الفيلم جدا. الفيلم كوميدي ومليان بكوميديا الموقف والافيهات الموجوده في المواقف دي على مدار الفيلم، والكوميديا هنا قايمه على الصراع بين البطل وحماه. كان في توازن في الفيلم بين بدايه ووسط ونهايه للفيلم واضحين ومفهومش ملل. ما كنتش قادر امنع نفسي ان انا اتخيل عادل امام مكان ماجد الكدواني في الدور ده، لان الفيلم باختصار قريب جدا من قصه فيلم عريس من جهه امنيه، واعتقد لو عادل امام كان عمل الدور ده كان هيعمله بشكل جامد جدا، وكنا هنشوف فيلم من اجمد افلام عادل امام. بشكل عام الفيلم مسلي وما فيهوش مط ولا تطويل، وهتقضي ساعتين الا ربع مستمتع. ومع نهايه الفيلم حسيت ان الفيلم ما كانش كافي بالنسبه لي، وكنت عايز اشوف احداث اكتر ليه. وهنبسط جدا لو شفت في يوم من الايام جزء تاني للفيلم ده، لان القصه بتاعتنا تسمح، وكمان النهايه اللي موجوده ممكن تبشر بجزء تاني. التمثيل: محمد امام قرر هنا انه يعمل دور مختلف عن معظم الادوار اللي عملها قبل كده، ونجح بشكل كبير في ده، بداية من الفورمة اللي استغنى عنها وتركيبة الشخصية المختلفة سواء بشكل أو بأفعال. ماجد الكدواني كان إضافة للفيلم ده إن ما كانش هو الفيلم كله، وعمل الدور بتاعه بامتياز، ووجود ممثل كبير زيه في الدور ده خلى الدور طالع حلو جدا. وكمان كان في كيمياء جميلة بينه هو ومحمد إمام. وجود ضيوف شرف في الفيلم ده ما كانش موفق قوي، وده ما كانش بسبب الاختيار للأدوار، ولكن بسبب إن الأدوار صغيرة جدا وما كانتش مستاهله ان احنا نجيب ممثل كبير علشان يعمل الادوار دي. واحسنهم على الاطلاق بالنسبه لي كان دور محمد ثروت. الفيلم ده ليك لو عايز تفصل شويه وتشوف فيلم ممتع ومسلي. تقييمي للفيلم هو 7.5/10. وسؤالي للحلقه هنا: ايه احسن فيلم شفته لمحمد امام؟ شاركوني برايكم تحت في الكومنتات. في نهايه الحلقه زي ما بقول دايما، لو الحلقه عجبتكم دوسوا لايك، لان ده فعلا بيفرق ان الحلقه تشاف من ناس تانية مهتمين، وبيدعمني جدا. واعمل سبسكرايب لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. واستنوني الحلقه الجايه، هتلاقوني على يوتيوب، فيسبوك، تيك توك، انستجرام. سلام.